السلام عليكم. ايه اللي يوصل واحد مع ان بيشكر في مراته ويقول انها بتحبه وبتموت فيه وكويسة في كل حاجة ومفيش اي حاجة وحشة فيها ومع ذلك عايز يطلقها؟ دي مشكلة اخونا هنا بيحكيها. بس يا ريت قبل ما نحكي، لو عجبك الفيديو دوس لايك وما تبخلش علينا بتعليق وشير الفيديو وسبسكرايب للقناة. اخونا هنا بيقول: السلام عليكم، بدون اسم لو سمحت. انا متجوز ومراتي كويسة جدا، بس حقيقة من ساعة ما اتجوزتها وانا مش بحبها. انا مسافر بره وكان جوازنا جواز صالونات. مراتي كويسة مش وحشة وجميلة وبتحبني جدا جدا وبتموت فيا، وعندنا طفلين، بس انا حاسس بحاجز مش قادر احبها. والله مش عارف اعمل ايه في مشاعري، حتى العلاقة بحس بحاجز وانا بعملها، مش متقبلها خالص. الغريبة اني من ساعة ما شفتها ونفس الاحساس ملازمني، ومتجوزها ليا 6 سنين ومفيش حاجة اتغيرت. انا غلطت اني كملت واتجوزت، وكان لازم من الخطوبة. طالما حاسس بكده ما كنتش كملت، بس قدر الله كده. تنصحوني بايه بما يرضي الله؟ بصوا يا جماعة، انا عايز اقول لك حاجة. يعني انت في ايدك نعمة، تمام، وحضرتك بتقول ان في ولدين. احمد ربنا على اللي انت فيه. انا اعرف واحد في ولدين وتعبان ومريض وبيشقى ويكفي بيته ومش بيحب مراته وبقضيها معاه عشان خاطر الولدين، وبيوفر من علاجه عشان يكفي، وريت بيتشكر فيه. يعني انت معاك واحدة عمال تشكر وكلها مميزات، فأي راجل يتمنى واحدة كده حتى لو مش بيحبها. بص يا أستاذ، أنا مش هقول اسمك، تمام؟ بص يا أخويا، انت في ايدك نعمة، حافظ عليها. في بينك وبينها ولدين زي ما انت بتتكلم، تمام. تكفى انها مش مزعلك في حاجه، تمام. لا هو يعني انا قريت الرساله كويس. يعني لو انت ملت لواحده تانية ولا حبيتها ولا بتاع، اتجوزها ما تطلقش مراتك. يعني انا مش بقول لك روح اتجوز واحده عليها، بس ما تطلقش مراتك، تمام. وخصوصا ان مفيش حاجه وحشه فيها. هتطلقها عشان انت مش حاسس ان انت بتحبها؟ في بينك وبين بعض عيال، وانت جاوبت على نفسك، يعني كنت سبتها من الخطوبه. فقدر الله ما شاء فعل زي ما انت قلت. ربنا ما قالكش انت كده هتظلم، مش هتظلم واحدة بس، انت هتظلم 3. فكمل. ما انصحكش طبعا انك تنفصل حتى لو انت مش بتحبها. بص لعيالك، حبهم، حبها فيهم، لكن اللي في دماغك ده شيله، ما ينفعش. ولو حد عنده رأي لاخوكم سيبوه في تعليق، وما تنساش اللايك، ما تنساش تسيب تعليق كويس. شكرا.